عليكم. معكم ليلى. اليوم غادي نهضروا على مهرجان الموازين اللي حقق نجاح في استقطاب اكثر من 3 مليون مغربي. الدنيا عامره مي جيت ندمت التيكيت طاط لي من يدي. اجا والله ما خداوليش تليفوني ماشي مشكل. صراحه مال اورغانيزي. حنا اون ديجا بايي. صراحه يمكن ما يكونش شي نجاح، ولكن راه كان الناس حاضرين، اذا راه كان المهرجان ناجح شويه. كاين الزحام والمطايفات لداخل، خاصك تدخل بكاسك ديما باش اللي دوا معاك دير ليه بحال. والله ما نعرف شنو غادي نقول، واش نقول لكم نجاح ولا فشل ولا باش تعرفوا اشنو وقع في موازين. اجي نشوفوا التنظيم كيفاش داز، الفنانين اللي كانوا حاضرين، واشنو اللي كان وراء الكواليس. كم تعرفوا ان مهرجان موازين كتنظم جمعية مغرب الثقافات، وغادي نعطيكم نبذة عليها. جمعية مغرب الثقافات تأسست سنة 2001، يعني السنة فاش بديت انايا، والهدف ديالها الرئيسي حسب الوثائق الرسمية هو النهوض بالثقافة والفن في المغرب، وخلق فضاءات للتبادل بين الثقافات. يعني باختصار كتعتبر صورة المغرب كبلاد منفتحة ثقافيا، وكتقرب الجمهور المغربي من فن عالمي. جمعية مغرب الثقافات نظمت بزاف ديال التظاهرات الفنية، ابرزها اللي كنعرفوه كاملين هو مهرجان موازين ايقاعات العالم. ايضا كتنظم سهرات راس السنه، حفلات في مسرح محمد الخامس، وكيديروا عروض سواء مجانيه او لا مقابل ثمن، اما فضاء النهضه او ساحه شاله، وكتكون ايضا بعض التظاهرات المرتبطه بالمناسبات الوطنيه والثقافيه. طيلة سنوات مهرجان، يعني السنوات اللي فاتوا، في طيلة السنوات الفايتة اللي كان فيها مهرجان موازين، قدر هذا المهرجان يستقبل أكثر من 1000 فنان عالمي ومغربي في 9 المنصات المختلفة، ومعدل الحضور السنوي كيوصل ما بين 2 مليون حتى الأزيد من 3 مليون شخص. وأحيانا كيكونوا سهرات مجانية في أحياء مثل سلا، النهضة، السويسي، وسهرات فلوس يعني مقابل في أماكن بحال مسرح محمد الخامس أو فضاء شالة. تنظم جمعية مغرب الثقافات ووزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة الدورة الأولى لمغرب الثقافات للمسرح. ولكن شحال كتخسر الجمعية باش تنظم هذا الشيء هذا؟ الميزانية ديال الموازين حسب تقديرات غير رسمية ولقاءات إعلامية سابقة، وأشنو كيخرج في الإعلام كيقولوا أن مهرجان موازين كيخسر ما بين 60 مليار سنتيم حتى 90 مليار سنتيم في بعض الدورات. ولكن منين كيجيو هاد الفلوس؟ كيكونوا رعاة كبار بحال شركة الاتصالات، الأبناك، شركات دولية، بالإضافة لدعم لوجستيكي من مؤسسات عمومية، وكاين شركات خاصة اللي كتسهر مثلا البنية التحتية، الصوت، النقل، الأمن إلى غير ذلك. فلوس بزاف، ولكن واش كيكون العائد؟ الجمعية كترجع تقول باللي كاين عائد غير مرئي، مثلا كيكون ترويج سياحي وثقافي للبلاد، كيخلقوا فرص شغل مؤقتة في الفنادق، الصوت، الأمن، النقل إلى غير ذلك، وأيضا كيكون تنشيط الحركة الاقتصادية ديال العاصمة. دابا السؤال اللي في بالي وبالكم، ميزانية كبيرة وفنانين كبار، شنو هما الأجور ديال هاد الفنانين؟ خاصكم تعرفوا أنه ما كاينش حتى شي رقم محدد من شي جهة رسمية. اللي غادي نعطيكم دابا هما اجور تقريبيه على حسب التسريبات وعلى حسب شنو كيدور في مواقع التواصل الاجتماعي. موازين معروف بانه من اكبر المهرجانات فنيا وماليا، والفنانين العالميين كياخذوا اجور كبيره بزاف، ماشي غير في المهرجان، حتى في مهرجانات اخرين. مثلا جينيفر لوبيز خدت حوالي 10 ملايين درهم في الدورة ديال 2015، وشاكيرا تقريبا 8 ملايين درهم. ماريا كاري وهانا بيتبول كذلك ياخذوا ارقام خياليه كتوصل لعشرات الملايين بالدرهم. اما الفنانين المغاربه فشيء مختلف تماما، حيث كيتقاضوا اجور اقل نوعا ما، يعني كتراوح ما بين 20,000 حتى 150,000 درهم في احسن الاحوال، وبعضهم كيتشكى من ضعف الاجر مقارنه بالمجهود الكبير ديالهم
وحجم المهرجان. دابا المشكل ماشي في انه يكون اجر كبير او اللي يكون فنان عالمي، لا، خاصكم تعرفوا باللي هادشي هذا كيعطي اصلا قيمه مضافه للمهرجان. ولكن المشكل انني نجيب فنان بشروط خاصه بحال طائره خاصه للفرقه ديالو بالاكمل، زائد المنع من انها تعطي اي تصريح صحفي وتاخد فلوسها كاش قبل ما طلع المنصه. وهادشي اللي وقع تماما مع شيرين عبد الوهاب. هادشي اللي كيروج مواقع التواصل الاجتماعي الا كان بصح راه مشكل، ولا ما كانش بصح حتى هو مشكل. شيرين عبد الوهاب انتقلت من العزف على اوتار القلب الى العزف على اعصاب الجمهور. كانت شيرين كتجي للمغرب وكتغني من قلبها، كتخلي الجمهور يغني معها كلمه بكلمه. ولكن هذا العام الصوت بالبلاي باك، الحضور باهت والاحساس مفقود. الطبيب النفسي ديال شيرين غادي يخرج، ويا ريتو ما خرج، كون غير بقى كون يسكت. غادي يخرج للعلن وغادي يقول انها كتعيش واحد الوعكه صحيه ونفسيه صعيبه. ولكن الناس اللي خلصوا التيكي ب 1500 و 1400 درهم، شنو علاقتهم بشيرين والمرضى ديالها؟ وشنو ذنبهم يخلصوا النص من الصالير ديالهم باش يجيو يسمعوا البلاي باك؟ من واحد الجانب ما كنفهمش الناس اللي كيخلصوا هذا المبلغ الكبير باش انهم يشوفوا الفنان ديالهم، ولكن ربما يكونوا كيحسوا بشي حاجه اللي انا وانت ما كتحسش بيها الا ما مشيتيش للمهرجان. اكيد بلاي باك تتغني ماشي هي اللي تتغني، زيرو. احنا استنيناها وجينا ومعذبين عشان ولا ممثله ولا مغنيه ولا حاجه. ما كاينش مشكل ان الفنان يستعن بالبلاي باك لانه ما يقدرش يغني مثلا 2.5 ساعات متواصله، ولكن باش انه يستعن بصوته في واحد الاغنيه والباقي بلاي باك ما كنظنش بلي حاجه زوينه، خاصه في المسار الفني ديال شيرين. بالنسبه للتنظيم كنظن بلي التصريحات وفات في هذه المساله، يعني بلا ما نطرق ليها انا حيت ما كنتش حاضره. واخا انا بنت الباط واخر مره ما سمعت والو، كنسمع البوليس. انا ما مشيتش، ما عرفتش، وجيت انا وخواتاتي دابا تلفنا ما عرفتش فين هما. لا عرفتي تصوري الطوموبيل مولفه كندخل حتى لهنايا صافي، وكان كيدير لي راجلي الطوموبيل كندخل انا وخواتاتي. دابا عرفتي ما عرفتش، المهم ما دخلناش بالطوموبيل حيت كان الدنيا عامره. مي جيت ندم التيكيت طارت لي من يدي، والله ما خداوليش تليفوني، ماشي مشكل التيكيت. صراحه مال اورغانيزي. حنا قلنا ديجا بيي التيكي باش ندخلوا، حابسيننا بعدا في الباب تمايا، ما قدرناش ندخلوا واخا مخلصين فلوسنا. زعما الاورغانيزاسيون تري مال، هادشي اللي نقدر نقول عليه. انا بور موا بالنسبه لي دابا خلينا نمشيو للكارثه الحقيقيه اللي خاصنا نهضروا عليها، الكارثه اللي قلبت الموازين في مهرجان الموازين. غادي يجيبوا طوطو لمهرجان الموازين. المشكل ان طوطو ما كيستعملش فقط كلمات نابيه او لا كيسب او لا كيعاير، لا بالعكس، هو كيعلم جيل كامل شنو يدير باش يمشي للهاويه. وما غاديش تصدقوني وعارفاكم غتبقاو تقولوا راك كتزيدي فيها ليلى، انا غادي نشرح لكم وبالدليل. غادي نوريكم دابا التصريحات ديال المعجبين ديال طوطو، شوفوا مزيان في طريقه لباسهم، الوشام، الكلام، المصطلحات اللي كيستعملوا. واش ماشي نسخه طبق الاصل للفنان طوطو ولا غير انا اللي جاب لي الله؟ طوطو هاد المرة غادي يفاجئنا، غادي يطلع على المنصة ومعه ولده ومراته، وغادي يكونوا اكيد مخبيين حيت كيغار على الحرمة ديالو.
غادي نعترض على واحد المساله صغيره، والما باقي ممكن تعترضوا عليه نتوما في لي كومونتير. كيفاش معقول ولد مازال ما كملش حتى عامين كنظن انه يطلع وسط هذه الضجه كامله؟ عرفتي، الاف الاضواء، الصداع، زيد عليها الميكرو، زيد عليها الاصوات، الاشعه اللي كتخترق عينيه، والصوت العالي ديال الطبل والمكبرات اللي غيخرجوا لي على الطبله ديال الودن. كيفاش بغينا؟ واكيد انكم عارفين ان الاطفال في هذا السن خاصهم هدوء وراحه، ماشي اصوات كتفرع الراس، ماشي اصوات حتى الكبار ما كنقدوش عليها، واضواء اللي كتسلط مباشره على العين. يعني القرار صراحه غريب، واللي كيبان لي بحال واحد الاستعراض فارغ اللي ما فيه لا رحمه لا حس انساني. وهنا المشكله الكبيره، انه جيل كامل غارق في هذا الكلام الفارغ، وكيتبعوا طوطو وكيعتبروه قدوه، لا وكيدافعوا عليه، وكانهم مبقوش قادرين يميزوا باللي كيشدهم للطريق الصحيح واللي كيغويهم نحو الظلام ونحو التهلكه. مارشونديز ديال السالغوت اكزاكتومون. حنا باقي كنتيزيو فيه، فهمتي؟ ما بداو كاين شي وحدين طبعوهم في قريعه بيان مي سي با لا ميم كاليتي، بيان تري تري بيان. تجي جميله هادشي اخويا. بتي ديتاي دي سيت ايطاج اللور كذا، فهمتي؟ اش باش ماركي تشوف اللور. واحد الرد على الرمضاني، قلتي بلي طوطو واحد الظاهره اللي خاصكم تعرفوا ان في الظواهر، خاصكم تعرفوا ان حنايا في الطبيعه كنعيشوا ظواهر، كتكون ظواهر سلبيه وظواهر ايجابيه. كنظن طوطو ماشي ديك الظاهره الايجابيه اللي خاصنا نحافظوا عليها، اكيد هي في الجانب الاخر اللي خاصنا ماشي نحاربوها، ولكن خاصنا نحيدوها من الجذر. الجيل ديال دابا خاصو يفيق من هاد الهاويه اللي كيطيح فيها نهار لنهار. شوفوا الشباب اليوم، كاين اللي كيضربوا راسهم بالسيسوار بالموس، كيتبلاو كيمشيو للبليه كارو. العاده السريه بحال الالم او الجرح هو التعبير الوحيد على الغضب او الحزن، والاسوأ من هذا الشيء انهم ما عندهم حتى شي مشكل حقيقي. كتلقى ظروفهم ظروف عاديه، يعني ماشي شي ظروف اللي صعبه جدا. هاد السلوكيات ما هي الا صرخه موجهه للضياع ونداء للمساعده، ولكن بلا ما يعرفوا يعبروا عليها بالطريقه الصحيحه. بغيت نوجه كلامي لكل واحد فيكم، الحياه فيها الالم، ولكن ماشي ضروري تخليه في الجسد ديالك متراص، يعني باين ماشي ضروري تخرج تكمي وتبلا وتخرج على عائلتك وتبتغوت وتعرض علينا في نصاص الليل وانت كتجمع الدعاوي ديال عباد الله وكطيح راه صور ليديك للارض باش تبان راه عندك مشاكل. هاد الجيل الجاي هو جيل متبوع، جيل مسير. عرفتي راه كميه التبعيه اللي كاينه في هاد الجيل خطيره جدا. اي واحد مشهور كيتبعوه، والدليل انه غادي يخرج طوطو واحد التيشيرت فيه سلقوط الله يخليكم، غيولي يتباع وغيتحط في ديكورات بحال الكيسان، بحال اكواب القهوه، بحال التيشيرتات، وغيتولي كلمه سلقوط واحد الحاجه اللي عاديه غنتلقاوها في السوق، غنتلقاوها في الزنقه، بعد ما كانت تعيب وحشومه وخايبه اصلا. نداء 3 المرات، ماشي نداء استغاثة، أكيد نداء دخول الراقصات لمهرجان الموازين، مهرجان الثقافات. طبعا الطريقة اللي اعتمد عليها بدر وعبيونة ديال العروسي تشكيلة خطيرة، عارفين المغاربة شنو باغيين وعارفين المخدر ديالنا، ولاو كيجيبوا لنا داكشي اللي بغينا. الشيخات من بعد ما كانت الشيخة حشومة ولات حاجة عادية، ولا تقدر تطلع المهرجانات وتبان سيغ سين. من بعد ما كنا كنقولوا راه الشيخه كتخدم باش تصرف على ولادها، اولا لان عندها ظروف، ولات الشيخه بحالها بحال الطبيبه. كنقولوا اللهم ما عرفت ما فهمتش الميله ديال الشيخه راه بحال طبيبه، بحالك انت، بحال قاضيه، بحال وحده كتبيع الخب، بحال وها حنا وقفنا على هضرتها. بزاف ما يتقال على مهرجان موازين وسكت حسن، ولكن قبل ما نساليو واش متاكدين اننا حنا محتاجين غير مهرجان موازين؟
وشك محزمه محزمه ومرزمه وما تعولوش عليا. ما كاينش ما احسن من الزهو والنشاط. كنت فرحانه اللي ما جيتي تفرجي في حاجه. انا الله ينصر بلادنا وينصر سيدنا والله يشافي الجميع. تيبان لك حنا محتاجين المهرجان والمواسم. محتاجين الزهو والراحه، انا كلشي عنده ضغوطات. اشنو هما الضغوطات؟ طالع عليك الحياه؟ لا بالعكس، انا كنحب الحياه، انا مزوجه 3 المرات. نقلب على الرابع. ما كاينش ما احسن من الزهو والنشاط. كنت فرحانه اللي ما جيتي تفرجي في حاجه. انا الله ينصر بلادنا وينصر سيدنا والله يشافي الجميع. تيبان لك حنا محتاجين المهرجان والمواسم. محتاجين الزهو والراحه، انا كلشي عنده ضغوطات. اشنو هما الضغوطات؟ طالع عليك الحياه؟ لا بالعكس، انا كنحب الحياه، انا مزوجه 3 المرات.